سكان هذه الجبال من الأقمشة والأدوات المنزلية والمواد الغذائية. ويجتمع أفراد القبائل هنا رجالا ونساء حاملين معهم منتوجاتهم الزراعية من حبوب وفواكه وعسل وبعض الأشغال اليدوية مثل منتوجات الخصف وقصب الذرة. وما أن ينتصف النهار حتى يستعد الجميع للانصراف مستعملين الرواحل وأحيانا المشي على الأقدام ليكون في إمكانهم الوصول إلى منازلهم قبل حلول وقت الظلام. من جمال وأبقار وأغنام. ويرتاد سكان تهامة هذا السوق لشراء أعداد كبيرة من هذه المواشي لبيعها في الأسواق التجارية الكبرى والتي تقام كل أسبوع في صبيا وجيزان وغيرهما من أسواق تهامة. ويتداول الأهالي هنا بيع وشراء ما يسمونه بالعصائب، وهي أشجار طيبة الرائحة لا تزرع إلا في هذا الجزء من جبال تهامة. ويأتي وقت الانصراف ليهرع الجميع وخاصة سكان تهامة إلى الجيوب والتي تستعمل هنا بمثابة الباصات لنقلهم إلى المدن والقرى الساحلية بمنطقة جيزان. وربما استراحت قوافل الجيوب في هذا الوادي وبجانب هذا الغيل للوضوء وأداء فريضة الصلاة، ومن ثم تستأنف مسيرتها عبر التلال ومنعطفات وادي جورة المشهور لدى أهالي فيفا وبني مالك. وربما سال هذا الوادي فيكون سببا لتعطيل حركة السيارات ربما ولعدة أيام.